السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه رأيكم في اللوحة الفنية الجميلة دي؟ صينية يا جماعة جميلة، صينية توفير وصينية يعني بجد تشرفك في العزومات. سميها زي ما تسميها، ولكن صدقوني حاجة كده في منتهى الروعة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. وبصوا شايفين الكمية وشايفين الجمال وشايفين الألوان، حاجة كده بجد تفتح النفس على الأكل. يلا نشوف عملنا ايه. يلا يا حبايبي، اول حاجة معانا هنا كيلو من اللحمة، واحنا هنبدأ دلوقتي نتبل الكفتة. تمام. ومعانا بصلية كبيرة مبشورة، ومعانا معلقة مرقة دجاج، وشوية من البقدونس المفروم، فلفل اسمر، ومعانا بهارات 7، ومعانا كمان كبابة صيني او البهار الحلو، ومعانا كاردموم اللي هو الحبهان، ومعانا كمان قرفة وكزبرة ناشفة وبصل باودر. هي دي كل التوابل اللي هنشتغل بيها النهاردة. تمام. ومعانا كمان شوية من البيكنج باودر، وعلى فكرة نقدر قوي ان احنا يعني نستغنى عنه، ولكن بصراحة بيدي هشاشة حلوة جدا للكفتة. هننزل بقى بالبصلاية، وهننزل بمعلقة مرقة الدجاج، وهنجيب معانا كمان على فكرة فص توم وطماطماية. بصي الطماطماية كبيرة، هاخد نصها بس. تمام. هنبشرها. هنبدأ بقى نتبل فلفل اسمر وكبابة صيني وبهارات 7، قرفة، بصل باودر، وكاردموم، والكزبرة الناشفة، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنبدأ اننا ننزل باللحمة، وبعدين هنبشر عليها فص توم. طبعا احنا لسه ما حطيناش الملح، فنزلنا بالملح، وما تزوديش قوي ملح علشان احنا في كل الخطوات هنحط ملح. اهو نزلنا بقى باللحمه. شوفي اللحمه جميله ازاي. هنبشر عليها فص توم، بيدي طعم جميل قوي فيها. واللحمه بتكون نسبه الدهون فيها او الدسم 20%، مش كتير قوي ولا قليل قوي، معقول جدا. 20% بيطلع ممتاز قوي. تمام بالشكل ده. وهنفضل نعجنها حلو قوي، وبعدين هنبدأ نجيب صينية ونقرصها زي اقراص الفلافل. تمام بالشكل ده اهو. هنعملها اقراص مبططة، وممكن حضرتك تعمليها كور او تعمليها صوابع، بس هي المنظر ده بيبقى تحفة قوي في الصينية. وكمان يعني زي ما تقولي بتوفر معاكي، لانها بترمي كتير لانك بتعملي اقراص مبططة صغيرة. تمام. شايفة الكمية اهو، ده من الكيلو. معانا بقى تجهيزات الصينية. معانا بتنجانة كبيرة مقطعينها ورشين عليها ملح، نزلت المية بتاعتها اهو. ومعانا بطاطس، تقريبا ده كيلو من البطاطس متقطع حلقات. ومعانا فلفل رومي اخضر واحمر، وبصلاية متقطعة جوليان. ومعانا معانا قرن فلفل حامي، ومعانا توم، ومعانا صلصة. دول علشان هنعمل بيهم الصلصة ان شاء الله. اول حاجة بقى هنروح نحمر البطاطس. انا مش عايزاها بطاطس محمرة، انا عايزاها يا دوب نص سوا، يبقى لونها اشقر فاتح جدا. عارفين ازاي؟ ما تدخلوهاش في درجة انها تبقى يعني درجة اللي هو الذهبي ده، لا معلش. هنا الصلصة انا نزلت بالثوم حمرته في معلقة زبدة وزيت، وبعدين نزلت عليه بالطماطم، وبعدين زودنا مية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنا معلقة من دبس الفلفل الحلو. معلش هي اتقطعت وانا بحمر التوم، بس التوم بيبقى ذهبي فاتح خالص، اصفر فاتح. خلاص قلبنا معلقة دبس الفلفل، لو مش موجودة بلاش. هنا بقى فلفل اسمر رشات كده خفيفة، وقرفة، ورشة كمان من الكزبرة الناشفة، ومعلقة مرقة الدجاج، وورقتين من اللورة، ومعانا كمان رشة من البصل الباودر، ومعانا رشة من الملح. تمام اهو. وهي دي كل المكونات، بس هتديكي في النهاية نتيجة خرافية. جربي وان شاء الله هترجعي وتقوليلي. هنا البطاطس اهي شايفين ما خدتش لون، يا دوب خالص لونها بس كده، يعني ايه يعني فاتح خالص بالشكل ده اهو.
وبعدين هننزل بقى بالبتنجان. شايفين صفى ميته ازاي؟ عشان مش عايزينه يشرب زيت، واحنا مش هنحمره، احنا بس هنديله يدوب كده يا جماعة، اللي هو نقول زي ما بيقولوا اهلنا كده، يعني هنشمعه، او اللي هو ياخد تشويحة او لون فاتح بس كده. وبعدين هنشيله اهو. شايفين اللون؟ مش هنسيبه خالص يحمر. ايوه بالشكل ده. وهنفرده على مناديل، ويكون مفرود القطع بتاعته مفرودة وبعيدة عن بعض، علشان مش عاوزينه يلزق في بعضه، وكمان مش عاوزينه يستوي ولا يتحمر قوي، علشان احنا لسه عايزين نمسكه ونبدأ ان احنا نرص بيه الصينية، فما يكونش مهري معانا. تمام بالشكل ده كده اهو. وهنا حمرنا البتنجان، ويلا بينا نروح نرص الصينية الجميلة بتاعتنا دي. والله يا جماعة انتوا هتتبسطوا قوي من الصينية دي ان شاء الله، هتجربوها وهتدعولي. جبنا بقى البصلية اللي كنا مقطعينها الاول جوليان، وبعدين حطينا عليها رشة من الفلفل الاسمر، ورشة كمان من الملح، ودعكناهم مع بعض كويس كده. لو هنا عندك فص توم تقدري تقطعيه شرايح وتحطي مع طماطمايه وقرن الفلفل الحامي لو حضرتك عاوزة، بتدي طعم جميل. تمام. هنا بقى هنبدأ اهو. عندك هننزل الاول نرص الكفتة، وبعد كده عليها بطاطسايه، وبعد كده قطعة بتنجان، وبعدين قطعة فلفل، مرة احمر ومرة اخضر يعني ايه بالتبادل كده يعني. بصي شايفة الشكل اهو بالشكل ده كده، ونرصها ونرجع نعمل تاني نفس الحركة. وممكن تحطي الكفتة في الصينية على طول وترصي وراها الحاجات دي في الصينية، مش لازم على ايدك كده، بس انا يعني استسهلت الحركة دي. هخلص وارجع لكم. بصوا بقى لوحة فنية. اللي فضل عندي بقى في الجزء كده اللي في النص ده، حطيت فيه شوية فلفل وعليه بطاطس وبتنجان، وقطعة الكفتة حطيتها بالشكل ده اهو. يلا بقى نجيب الصلصة. الصلصة عندنا خفيفة خالص مش تقيلة، غلت غلوة واحدة بس. نزلنا عليها بشوية من الريد كراشد بيبر، اللي هو الفلفل الأحمر المجروش، وده علشان احنا عاوزينها تكون سبايسي. اما لو حضرتك مش عاوزاها سبايسي خلاص، بس بنغطي بيها كده الصينية. وممكن حضرتك تستخدمي طماطم فريش، وممكن تستخدمي طماطم اللي هي التوميتو بيست التقيلة، وبتدخليها على درجة حرارة 200 فهرنهايت، درجة حرارة 200 سليوز، وبتحطيها كمان على 450 فهرنهايت. بتاخد بالظبط ساعة. اخدت نص ساعة متغطية بالفويل، ونص ساعة من غير غطا، لغاية ما وشها احمر وكده اتسبكت كده في بعض، وبقت جميلة وطعم وريحة يا جماعة مش عارفة اوصف لكم ازاي. شايفين اللون وشايفين الشكل والطعم؟ والله مش هتعرفيه غير لما انتي بنفسك تجربي. البيت كله كان بجد حرفيا متجنن على ريحتها وطعمها. ودي صينية بقى بصراحة يعني لما بتكوني كده عايزة حاجة يعني ترمي معاكي كمية كبيرة، فبتعمليها بتديكي كمية كبيرة قوي ومشبعة جدا، وفيها عناصر غذائية بجد حلوة جدا ومفيدة قوي. وممكن تاكليها كمان من غير رز ولا حاجة، تاكليها بالشوكة لو حضرتك عاملة دايت. بتطلع جميلة قوي. ان شاء الله تجربيها وتعجبك، وترجعي تقولي لنا كده في التعليقات. وما تنسونيش من فضلكم من لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. شايفين الجمال؟ وان شاء الله يعني بجد تجربوها وتعرفوا قد ايه هي جميلة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع الف سلامة.